بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا في الله، كل عام وحضراتكم بخير. معاكم خالد الشيخ من كوريا الجنوبية، واليوم مع حضراتكم في وحش ما بيتكررش لأول مرة في جمهورية مصر العربية. ما شاء الله تبارك الرحمن، ايونيك 5 موديل 2021-2022 كاملة فول اوبشن متكامل، اعلى فئة بانوراما. عربية ما شاء الله تبارك الرحمن، عربية كهربائية بالكامل. العربية دايرة، بالمناسبة العربية شغالة دلوقتي والمحرك شغال. طبعا الكهرباء زي ما حضراتكم عارفين مفيش أي أصوات نهائية. العربية الأيونيك من أعظم العربيات اللي كوريا أنتجتها. عربية غالية مش رخيصة، سعرها يعادل سعر السورنتو ال 2022-23. الأيونيك بنفس السعر، بس العربية الأيونيك أو الكهرباء عموما مفيش مقارنة نهائيا بأي سيارة تانية، سواء في متعة القيادة ولا سواء في توفير الاستهلاك. بسم الله ما شاء الله. عربية حاجة فخامة عالية قوي 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 قوي. الماتيريال بتاعت العربية تحفة بمعنى الكلمة، جميلة. كوريا أبدعت فيها قوي. كرسي السواق والكرسي اللي جنبه والكراسي الخلفية فيها مساج، وفيها هنا مسند عشان خاطر الرجل. طبعا الكرسي ال10 حركات العادية بتاعته، لفوق لتحت لقدام لورا، الظهر لقدام لورا، هنا الظهر. بسم الله ما شاء الله. الميموري سيت بتاعها، الماتيريال بتاعت العربية كلها جميلة 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 جدا. عربية برضو مطعمة بخشب ابانوس، بس واخد وزرة كده شكلها مختلف شوية، بالإضافة إلى الفرش الجلد الطبيعي اللي موجود في كل جزء في العربية. العربية كلها عبارة عن فرش جلد طبيعي. شكل الطابلو من قدام بتاعها بسم الله ما شاء الله. عربية مصممة بحيث إن يكون فيها مساحات واسعة كبيرة جدا. عربية تبقى قاعد فيها براحتك مرتاح. بسم الله ما شاء الله. مجرد ما نحرك الكرسي قدام او لورا بيبان هنا الكرسي على الشاشه، وحركه الكرسي اللي انت بتطلعها تحت فوق قدام ورا، بتطلع الجنب الظهر نفسه، بتبان معانا على الشاشه هنا وانت بتحركه. بصراحه العربيه للاسف الدنيا قربت تضلم، والوقت مش هنلحق ان احنا نوفيها حقها، فنتفرج مع بعض كده سريعا على السياره. السيارة دي موديل 2021-2022 ايونيك 5 كهربائية بالكامل. العربية كاملة فول اوبشن متكامل، شنطة كهرباء، اوتو هولد، فرامل كهرباء. العربية طبعا الاوبشن بتاعها اوبشن خيالي، هنتكلم عنه ان شاء الله في فيديو تاني تفصيلي. درايف مود. الماتيريال بتاع السيارة، العربية جديدة بالكامل، لسه لزق الفابريكي موجود على كل جزء فيها. البطارية بتاعتها حاليا دلوقتي شحنة 53%. العربية ديت لونج رينج، بتمشي 650 كيلو، ولكن مع المكيف ومع ما تشغل مكيف العربيه وتكون ماشي بيها على طول الطريق وكده، ممكن تمشي بيها في حدود من 550 ل 600 كيلو في الشحنه الواحده. العربيه طبعا ليد بالكامل، ليدات بالكامل. هنا بصمه الفتحه بتاعت التشارج بتاعها، هنا بصمه بمجرد تقطع عليها بيبين حتى العربيه لسه فيها قد ايه. وتيجي تقفله برضو الضغطه من هنا. طبعا لان العالم كله متجه دلوقتي حاليا للكهرباء، والناس كلها بدات تتجه للكهرباء وتفكر في الكهرباء، فحبينا نكون اول من يشارككم في هذا السبق العظيم. زي ما عودناكم دايما، كنا بفضل الله تعالى متميزين في كتير من العربيات، زي البيجو ال 5008 وال 3008 والسبورتاج الديزل. بسم الله ما شاء الله. عربية حتى الكنبة الخلفية بتاعتها كراسي كهرباء. عربية بصراحة معمول فيها اوبشن اعلى من التوسان والسبورتاج والعجل اللي احنا متعودين عليه في سوق مصر بكتير قوي. طبعا اخواننا اللي في الاردن او في السعودية، طبعا العربية ديت هم عارفينها كويس، والناس اللي ركبتها قبل كده عارفة يعني ايه ايونيك 5. البانوراما بتاعتها بتقفل مختلفة شوية، بتقابل بعض من الجهتين كده.
بسم الله ما شاء الله. عربية تحفة تحفة بمعنى الكلمة. في كيس والغيارات بتاعت الميموري سيت بتاعها هنا موجود في الباب، كانوا جميل قوي. ده الميموري سيت، او تظبط الكرسي برضو زي ما انت عايز.